تعرف إن في حديقة لو دخلتها وغلطت غلطة واحدة بس المَيّة هتختفي من تحت رجلك؟ الحديقة دي كانت موجودة في الصحراء. طب إيه هو سر الحديقة ومين اللي بناها وسبب وجودها أصلًا؟ النهارده هاخدك جولة في أخطر 4 حدائق في التاريخ، الحدائق الفارسية. يونسكو قال عليها تراث إنساني، وأنا بقى باقول لك لأ، دي كانت لعبة في التحكم في المناخ والطاقة من قبل اختراع التكييف بآلاف السنين، وده مش سحر، دي عقلية مهندس فارسي مجنون كان عايز يلعب بعقلك قبل ما يدخلك الجنة. طب خلينا نبدأ بسر خطير. أي حديقة فارسية كان فيها 3 حاجات أساسية: مَيّة وشجر وقصور صغيرة أو نافورة. بس اللي أنت مش شايفه هي قنوات تحت الأرض تعتبر أهم عنصر في الحدائق الفارسية. المهندس الفارسي زمان كان بيحفر قنوات تحت الأرض. القنوات دي مش صرف صحي، لأ، دي شبكة معقدة بتجيب المَيّة من على جبل على بُعد 20 كيلومتر بزاوية ميل مش باينة بالعين، وبتخلي الحديقة كلها تتنفس من غير ما تحس. يعني باختصار انت داخل تتبسط بالمنظر وتحت رجلك شبكة هيدروليكية معقدة اكتر من عقلية امك لما تحب تقفشك وانت مخبي عنها حاجة. اول حاجة لازم تعرفها عن الحدائق الفارسية: الحدائق الفارسية كان ليها نظام هندسي عبقري اسمه تشارباغ. نظام تشارباغ ده بقى عبارة عن ايه؟